ورسالتك للشعب الجزائري؟ الله يعمرها دار. حنا الشعب مع الشعب ديال المغرب والشعب الجزائري الله يعمرها دار، تيبغيونا تنبغيوهم، تنديروا عندهم السهرات. جات مشروعه بغاو يبدلوا الرئيس ديالهم، مريض، خاصهم اللي باشر الاعمال ديالهم ويشوف الاعمال ديالهم، ويشوف داك الشوماج اللي عندهم، ويشوف دوك الناس اللي عندهم محتاجين. اما بالنسبه للرئيس مريض، كاينين ناس اخرين هما اللي شادين زمام الامور. حنا تنطلبوا من عند الله ان الشعب الجزائري ياخذ الحريه ديالو من ديك العبوديه اللي عندهم ديال الناس اللي محتكرين الشعب الجزائري بزاف، ويتنحاو كاع. كنحييهم وشجاعه كبيره منهم، زعما كنشكروهم، كنتمناو كاع الشعوب تصرف بحال هاد التصرفات، لانه زعما شحال من عام مثلا وبوتفليقه زعما في الرئاسه شي حاجه مستفزه بصراحه. الجزائر علاقتنا بنا كشعبين علاقه جيده جدا، غير كاين هناك مناوشات الناس السياسيين هما اللي يحاولوا يخلقوا واحد الشرخ بيننا وبينهم في العلاقه ديالنا. اما حنا كشعبين علاقه اخوه، علاقه قرابه وصداقه، والامور مزيانه من ناحيه الشعبين. بوتفليقه ويحلوا لنا الحدود بيناتهم على وجده، باش الانسان يدخل بطوموبيلته يدور ويرجع. الجزائر المغرب راه بحال في صورة رائعة جسدها الجمهور الجزائري أثناء استقبال الفرق المشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة بدولة الجزائر الشقيقة، حيث رحبت الجماهير الجزائرية بالفريق المغربي ترحيبا رائعا يستحق النشر والمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي. فالفيديو الذي تشاهدونه الآن عبارة عن صورة حقيقية للعلاقة الرائعة التي تجمع الشعبين، شعبين لهما نفس الثقافة والعادات.